لو انت مدخن او تعرف حد السيجارة صاحبة عمره، خليك معايا لان الحلقة دي ممكن تغير طريقة تفكيرك كلها، لانك هتكتشف ان العلبة اللي في ايدك واللي مكتوب عليها تؤدي الى الوفاة كانت في يوم من الايام علاج، وكانوا بينصحوا بيها في المستشفيات وبيكتبوها في الروشتات مع الفيتامينات. لكن نقول ايه بقى؟ التاتش ما بيرحمش. انا نور الصواف وده التاتش بتاعي. تفتكروا مين أول واحد لف سيجارة في التاريخ؟ ما هو الإنسان الأول أكيد ما كانش ماشي في الغابة يصطاد فلقى علبة السجاير على الأرض فولع وجرب نفسين. تعال أقول لكم مين صاحب أول تاتش في تدمير الجهاز الصدري. المؤرخ الكندي باسيل جونستون بيقول في كتابه أوجيبواي هيريتج أو تراث أوجيبواي إن الهنود الحمر اعتبروا التبغ هدية مقدسة من الأرواح، وإن ويني بوجو وهو شخصية أسطورية في ثقافة الهنود الحمر أخذ بذرة التبغ من عملاق جبلي واداها لاخواته، ومن هنا بدأ استخدام التبغ كوسيلة للتواصل مع الأرواح وتقديم الصلوات. يعني الهنود الحمر كانوا بيشربوا التبغ علشان فاكرين إن الدخان ده بيغسل الأرواح وبيطهرها. أنا حاسة كده إن جبت معلومة هتفرح المدخنين. يا حجر طول شوية عالقعدة الحلوة دي، يا حجر طول شوية. بس صدقوني اللي جاي مش هيعجبكم. في 12 أكتوبر سنة 1492 ميلاديا وصل كريستوفر كولومبوس لجزر البهاما، وتحديدا جزيرة اسمها سان سلفادور. وكان أول انطباع ليه عن السكان الأصليين إنهم بيرحبوا باستقبال ضيوفهم بفاكهة ورماح وشوية ورق ناشف كده طالع منه ريحة غريبة. لو كنت في زمنه وسألتني أكيد كنت هقولك دي اسمها سجاير فرط. المهم عمنا كولومبوس رمى الورق ده وقال ده شكله سحر وأنا ماليش في الحاجات دي، أنا جاي أكتشف الأمريكتين مش أعمل حجاب. طبعا الحكاية لو كانت وقفت عند كولومبوس ما كناش عرفنا التدخين أصلا، بس طبعا لازم يظهر حد ويشغل دماغه علشان العادة دي تنتشر في العالم كله. تعالوا بقى أعرفكم على أول مدخن رسمي في أوروبا. كولومبوس بعت 2 من رجالته يستكشفوا كوبا، رودريجو دي خيريز ولويس دي توريس، وشافوا إزاي السكان الأصليين بيدخنوا. كانوا بيولعوا الورق ده من طرف ويحطوا الطرف التاني في بقهم ويشفطوا منه، بيخمسوا يعني. رودريجو كان عنده فضول، قال لهم يا هنود البتاع اللي ملوش اسم ده وناولة مش مقاولة. جرب السيجارة عجبته، خد شوية وهو راجع قريته في اسبانيا، وزي اي مواطن راجع من الغربة حب ان هو يتفشخر قدام اصحابه وجيرانه، طلع التبغ وبدأ يدخن قدام الناس، وكان فاكر انه كده هيبهرهم، بس اللي ما كانش متوقعه انها هتقلب غم عليه. الناس في اسبانيا اول ما لقوا دخان التبغ طالع من بقه ومن مناخيره اتخضوا جدا وافتكروا ان ده فعل شياطين وسحر اسود، وقالوا ده اكيد ممسوس منك لله يا كولومبوس، عملت ايه في الواد؟ وضربوا رودريجو حته علقه موت. ومن هنا رودريجو دخل التاريخ كاول اوروبي شرب سجاير واول واحد يتضرب عشان السجاير، ويا ريتها جت على الضرب بس. الراجل اتقبض عليه وتعرض على محاكم التفتيش الاسبانيه بتهمه السحر، ومعرفش يثبت لهم ان ده دخان عادي جاله هديه لما سافر مع كولومبوس. وفي الاخر اتحكم عليه بالسجن من 5 ل7 سنين، 7 سنين عشان شرب سيجاره في الشارع. ما تستغربش عشان اللي عرفت انه حصل بعد كده كان هو الاغرب. رودريجو لما طلع من السجن لقى كل الناس حواليه بتدخن، والسيجاره اللي دخلته الحبس بقت موضه. طبعا مش محتاجه اقول لكم احساس رودريجو لما عرف باللي حصل وهو جوه السجن. رودريجو اتمرمط واتسجن بسبب سيجاره شافها بعد كده بتتقدم في حفلات الطبقه الارستقراطيه، مش بس بتتقدم، دي كانت ترند. وقبل ما يبقى اسمها سجاير هقولك اسم انا متاكده ان انت اول مره تسمع بيه: المعجزه الخضراء. الفرنسيين كانوا شايفين التبغ حاجه شيك وراقيه، عشان كده سموه الاسم ده، والفضل يرجع لسفير فرنسا في البرتغال جان نيكو دي فيلمن، اللي اسمه اتخلد بعد كده في كلمه نيكوتين. الراجل ده حب التبغ جدا وراح مصدره على البلاط الفرنسي وقال لهم ده علاج سحري بيمشي الصداع ويظبط الدماغ وحاجه جميله جدا. تقريبا كده ده اول واحد عمل اعلان ودعايه للتبغ في التاريخ. الملكة كاثرين دي ميدشي كانت بتعاني من الصداع النصفي، ولما سمعت بكلام نيكو قالت هاتوه نشوف موضوع المعجزة الخضراء ده، وأمرت الخدم إن هم يطحنوا التبغ لحد ما يبقى بودرة ناعمة. وكانت كل ما تحس بتوتر أو بصداع نصفي تحط شوية على إيديها وتشمه. منك لله يا نيكوتين، خليت كاثرين ملكة الشمامين. الملكة مش بس بقت تشم التبغ، دي بقت تشجع وتنصح الحاشية إن هم يجربوه وتقول لهم ده جميل جدا، ده بيطرد الأرواح الشريرة. طبعا البلاط الملكي كله اتأثر بيها، ومن البلاط الفرنسي للطبقة المتوسطة. بس طبعا الطبقات مش سواسية حتى في طريقة التدخين، كل طبقة كان ليها التاتش بتاعها. ركز عشان أصدمك، كل طبقة كانت بتشرب السجاير ازاي.
الارستقراطيين كانوا بيدخنوا بالغليون او البايب يعني، او كمان ممكن يحطوا نشوء محطوط في علبه فضه. اما الطبقات الشعبيه كانوا بيلفوه في ورق زي فكره السجاير اللفه عند حبايبنا الصعايده والفلاحين، واللي لسه منهم ناس بتشربه بالطريقه دي. ومن فرنسا للبرتغال لاسبانيا التبغ بقى موضه. وفي وسط الهوس الجماعي بالتبغ ده يطلع دكتور اسمه نيكولاس موناردي ويدي للتبغ قيمه طبيه. شايفه اللمعه في عينيك ايها المدخن الشره، نفسك طبعا تلاقي له فوائد. انا هريحك. نيكولاس موناردي كتب أطروحة عن التدخين بتقول بيعالج حصى الكلى والديدان واللدغات والربو، حتى آلام الولادة، كل حاجة كان بيعالجها. وكأنه بيقول للست اللي على وش ولادة بدل ما تمشي أو تلعبي رياضة تسهل عليكي الولادة، لا، اشربي سجارة أفيد. ايوه يا واد، يا واد انت مدخنه، حلاوتك في الهلس يا طعم من مناخيرك. بس في الوقت اللي أوروبا كانت فيه بتتعامل مع التبغ على إنه المعجزة الخضراء، كان في ناس تانية شايفة إنه لعنة شيطانية. ومن هنا بقى نركز عشان الوش التاني للمعجزة الخضراء هيبتدي يظهر. في إنجلترا الملك جيمس الأول شاف إن الناس بتحب التبغ، بس هو كان شايف إن ريحته وحشة، فكتب منشور رسمي ضده اسمه الضربة المضادة للتبغ. جيمس كتب بوست زي بوستات الفيسبوك كده اللي هي بتاعت كفاية خوف من المجتمع بقى، بس لما لقى مفيش حد من الشعب عمل له رياكت أو لاف أو شير، فرض ضرايب غالية على التبغ علشان سعره يزيد فالناس تبعد عنه. بس المفاجأة إن تجارة التبغ كملت وازدهرت، وجيمس لقى خزانة الدولة بتتملي بسببه، فقال لنفسه يا واد طنش خالص، شوف الناس دي عايزة ايه. شوف الست دي عايزة ايه. إذا كان حلال أديهم مبسوطين، وإذا كان حرام فإحنا المتنغنغين. إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه. الكنيسة الكاثوليكية كمان دخلت على الخط وقالت التبغ ده مش بس ريحته وحشة، ده وسوسة من إبليس نفسه. البابا أوربان السابع في سنة 1590 قرر يحسم الموضوع وأصدر قرار بطرد أي حد يدخن أو يمضغ التبغ جوه الكنيسة. الغريب إنه مات بعد القرار ده ب 12 يوم بس، ودي تعتبر أقصر بابوية في التاريخ. بس التاتش بتاعه ما اتلغاش، الحظر فضل شغال لحد ما جه البابا بنديكتوس ال 13 وقال كفاية كده، وشال الحظر في القرن ال 18. لو شايف بقى الحظر كان قرار صعب، يبقى خد مني الأصعب. في الدولة العثمانية السلطان مراد الرابع في سنة 1633 أصدر مرسوم يعاقب المدخنين بالإعدام، وكان بينفذ العقوبة بنفسه أحيانا. ركز معايا كده، هتلاقي إن كل حاكم كان بيمنع أو يشجع التبغ حسب مزاجه، مرة حرام، مرة دواء، مرة موضة. التبغ كان بيتم التعامل معاه كأن ريحته بس هي اللي مشكلة، لكن محدش كان لسه عارف ضرره الحقيقي. في أوائل القرن العشرين شركات زي فيليب موريس وآر جي رينولدز ما كانتش بس بتبيع سجاير، كانت بترسخ ثقافة شعبية، فدخلوا على أفلام هوليوود وخلوا البطل المدخن رمز الرجولة والشياكة، ودعاية بكثافة انتشرت في المجلات والراديو وسباقات الخيل. حتى في الحرب العالمية الأولى والتانية استغلوها. زي ما بقولك كده، في عز الحرب هتلاقي شركات السجاير بتعمل حاجة غريبة جدا، كانوا بيوزعوا السجاير ببلاش على الجنود علشان يربطوا الوطنية بالدخان. وبره ميدان المعركة كانت الحملات التسويقية بتلعب على الحالات النفسية للجمهور. وفي عز السيطرة دي من شركات السجاير كان العلم بيحاول يوصل لإثبات إن التدخين به سم قاتل. في الثلاثينات الدكتور الألماني فريدز ليكند كان أول واحد يربط بين التدخين وسرطان الرئة، وبعدها جه علماء تانيين كدوا إن التدخين ممكن يعمل سرطان في الفم والحنجرة أو الشفايف أو حتى المريء. بس محدش كان عايز يسمع الكلام ده. خمنوا كده ليه؟ لأن إمبراطوريات صناعة التبغ كانت بتكسب أرباح خيالية، فمش معقول هيضحوا بالملايين دي كلها، ملايين إيه؟ مليارات، علشان نظريات علمية. بالعكس، دول كانوا بيستغلوا الدعاية علشان يثبتوا إن العلم في صفهم. شركة كامل سنة 1949 طلعت بإعلان شعاره More doctors smoke camels than any other cigarette. معظم الدكاترة بيدخنوا كامل عن أي سجاير تانية. وشركة فيليب موريس في الخمسينات خلوا المودلز يلبسوا بالطو الدكاترة ونزلوا بشعار recommended by doctors to soothe the throat، موصي بها من الأطباء لتهدئة الحلق. طبعا الحملات دي كانت موجهة للرد على أضرار التدخين لحد ما جت سنة 1964 ودكتور أمريكي اسمه أوسكار أورباك عمل تجربة هي كانت الضربة القاضية لشركات التدخين. قرر يخلي الكلاب تدخن، درب 86 كلب من نوع بيجل على التدخين، وكانت الصدمة لما 12 منهم جالهم سرطان. طبعا الدنيا اتقلبت، لكن شركات التبغ أوحت وردت عليه وقالت له أنت متأكد إن الكلاب دي جالها سرطان من السيجارة؟ ما يمكن من بكتيريا أو من أي حاجة ممكن تكون
وموجودة في المعمل يعني. بس في نفس السنة الهيئة العامة للصحة الأمريكية أكدت في تقرير رسمي بيقول بمنتهى الوضوح التدخين يسبب السرطان. يعني الموضوع ما فيهوش شك، بقى علمي ومعروف ومثبت وكله بالمستندات والتجارب. بس شركات التبغ ما استسلمتش، قالوا طب خلاص مادام كده نعمل خطوة جديدة، نقدم سجاير مفلترة، علبة أنضف، شكل أشيك، وخلوا شعار إعلاناتهم إحنا بنحافظ على صحتكم وبنطور منتجاتنا. في التسعينات انفجرت قنبلة في وش شركات التبغ لما متطوع مجهول الهوية سنة 1994 سرب آلاف الوثائق السرية من شركة براون ويليامسون. الوثائق دي كانت بتقول كلام واضح وصريح إن الشركات عارفة إن النيكوتين بيسبب الإدمان، وعارفة كمان إن السجاير بتسبب أمراض قاتلة، بس كانوا ساكتين عشان بيكسبوا مليارات. الوثائق دي وصلت للدكتور ستانتون جلانتز في جامعة كاليفورنيا، وكانت مكتوبة باسم مستعار السيد بوتس، واحد دكتور جامعي معاه كنز من التسريبات. تفتكروا هيبيع القضية؟ لا طبعا. جلانتس عمل الصح، حط كل الوثائق في أرشيف الجامعة وقال لازم العالم يشوفها. بس طبعا شركة براون ويليامسون ما سكتتش وراحت رافعة قضية تطالب بحذف الوثائق، لكن المحكمة قالت لا، من حق الناس تعرف. وفي نفس السنة المدعي العام في ولايات مينيسوتا وفلوريدا وتكساس وميسيسيبي قرروا يرفعوا قضايا على شركات التبغ اللي كانت السبب وراء أمراض خطيرة وكلفت الولايات مليارات في الرعاية الصحية. وفي سنة 1998 حصلت اتفاقية تسوية تاريخية ما بين 46 ولاية أمريكية وشركات التبغ الكبرى زي فيليب موريس وآر جي رينولدز وبراون أند ويليامسون وغيرهم طبعا من الشركات. الشركات وافقت إنها تدفع مليارات كل سنة وتوقف إعلاناتها اللي كانت بتستهدف الأطفال، وفوق كل ده بقوا مجبرين على نشر الوثائق السرية بتاعتهم، والناس ابتدت تشوف الوجه الحقيقي لصناعة التبغ. تسألني يا نور هل كده الشركات اتغيرت فعلا وبتفكر في صحة الناس؟ أجاوبك لأ. الشركات قالت احنا نغير الشكل ونكسب من جديد، بدل السيجارة جابوا لنا الفيب، شكلها كيوت بس من جوه موت، بنفس طريقة الخداع، نفس التكنيك. صحيح ان بقى في حرب ضد التدخين، بس الحرب دي جت متأخر بعد ما مات كام مليون بني آدم. طب بما اني صدمتكم في السجاير انها بدأت كعلاج، امال هتقولوا ايه بقى في الافيون والهيروين؟ المصريين القدماء استخدموا الأفيون لتسكين الألم، أما اليونانيين والرومان كانوا بيستخدموه لعلاج الأرق والإسهال، وفي الحروب كانوا بيستخرجوه من زهرة الخشخاش ويدوه للجنود علشان ينسوا الألم. يعني عبده القماش في زمانهم كان بطل قومي. المشكلة بدأت إمتى؟ اسألني، ما أنا هنا علشان أجاوبك. هقولك المشكلة بدأت لما الناس حبت الإحساس اللي بيسببه المورفين، الراحة، الاسترخاء، السعادة والنشوة. في القرن ال19 بريطانيا شمت ريحة المكسب من ورا الآثار الجانبية دي، بصت على الصين لقيتهم مش بيشتروا حاجة من الغرب، فقالت طب نعمل ايه؟ نصدر لهم أفيون، خليهم يتعلقوا بيه، ولما يتعلقوا يفتحوا باب الاستيراد أكتر. وده فعلا اللي حصل. بدأت القيود الصينية تخف والميزان التجاري اتشقلب، الصين بقت تستورد أكتر ما بتصدر، اقتصادهم وقع. هوب بدأت حروب الأفيون والصين خسرت أرواح جنودها، اقتصادها وجزء كبير من سيادتها. وفي الحرب الأهلية الأمريكية كان الأفيون بيتحقن للجنود المصابين في ساحة المعركة من غير حساب ومن غير رقابة. الدكتور ماشي بالسرنجة يدبها في إيد أي حد متعور، وطبعا النتيجة كانت مأساة كبيرة جدا. أبطال المعركة حولوا لعبء وعار على المجتمع الأمريكي لما بقوا مدمنين، والناس سمت الظاهرة دي مرحلة عبودية الأفيون وهوس المورفين. برضه في القرن ال19 الكوكايين نزل الملعب، كان بيتوصف في الروشتات زي فيتامين سي كده. سيجموند فرويد مؤسس علم التحليل النفسي كان بيكتب عنه بحماس شديد ويوصفه كعلاج للاكتئاب، وكان مقتنع انه مفيش منه اي ضرر. مش بس كده، شركة اسمها ماراني في فرنسا كانت بتبيع نبيت مخلوط بالكوكايين وسموه مشروب المثقفين. في سنة 1898 جت شركة باير الألمانية وقالت خلاص يا جماعة لقينا علاج سحري يخلصكم من مشاكل الأفيون والكوكايين. استخرجنا دواء جديد منهم وحطينا عليه تاتش ما حصلش. دواء جربناه لقيناه علاج ممتاز للحكة والأرق والتهاب الشعب الهوائية والربو والسل. الدواء الجديد ده اسمه ايه؟ الهيروين. وزيه زي اللي سبقوه، في أقل من 10 سنين اتعرف ان الهيروين برضه بيسبب الإدمان. سحبوه من السوق بس بعد ما القطر كان فات. المهربين اشتغلوا على المخدر الجديد والطلب عليه كان كتير. تجارة الهيروين في أمريكا وصلت لذروتها في أواخر العشرينات، لكن الحرب العالمية
العالمية الثانية غيرت المعادلة، الرقابة زادت، الحدود اتقفلت والشحن قل، فالمهربين بقوا يغشوا في الهيروين. المدمن في الآخر بيشم أو يحقن حاجة فيها أقل من 2% هيروين. وبسبب التاتش الإجرامي ده حصلت حاجة مضحكة جدا، في ناس خفوا من الإدمان عشان أصلا المخدر مغشوش. يعني المهربين عملوا الخير في زباينهم وهم مش واخدين بالهم. كل حاجة بدأنا نستخدمها على إنها علاج وبتظهر لنا على إنها معجزة طبية، في النهاية بتطلع كيمياء غدارة. السجاير كانت علاج، الأفيون كان علاج، الكوكايين كان علاج، وكلهم كانوا جزء من تجارب علمية، لكن في لحظة ما كلهم تحولوا لسموم. ما كيمي كده غدارة. في حاجات بنستخدمها دلوقتي ممكن تتحول لممنوعات بكرة، فهل هنكون مستعدين إننا نبطلها؟ أنا نور الصواف وده كان التاتش بتاعي. ما تنساش شريكي في التاتش إن أنت كمان تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير وتفعل زر الجرس، وكمان تعمل سبسكرايب. أشوفكم الحلقة الجاية.